النهاردة هحكي لك قصة، بس مش أي قصة فيها أرقام وفاكتس عن شركة غيرت شكل العقارات، مش بس في الإمارات، لأ في العالم كله. شركة مش بتبيع لك شقة ولا فيلا، دي بتبيع لك حياة كاملة، بتبيع لك ايكو سيستم متكامل. لو قلنا إن أبل وتسلا بيمثلوا الابتكار في الحلم الأمريكي، يبقى طبيعي جدا إن إعمار بتمثل الابتكار في الحلم الإماراتي. تعظيم سلام هنا بقى، أنا مصطفى رشوان وهحكي لك النهاردة قصة إعمار. بالمناسبة ده الفيديو رقم 10 على القناة، واللي بيتفرجوا دلوقتي الأصليين. قريب قوي الرقم ده هيبقى ملايين، وساعتها هتفتكر انك كنت هنا من البداية، واستمتع بالرحلة لان اللي جاي اقوى بكتير. ولو عندك فكرة او موضوع حابب اتكلم عنه سيبه في كومنت. ازاي شركة تبدأ من الصفر سنة 1997 وتوصل انها تبني ايقونات العالم بيتصور قدامها؟ ازاي اسمها يبقى كفاية ان الناس تشتري قبل حتى ما المشروع يكتمل؟ الشركة دي هي اللي ورا برج خليفة، اطول مبنى في تاريخ البشرية، وهي اللي عملت دبي مول، واحد من اكبر مولات العالم، وهي اللي طورت داون تاون دبي. وعشان كده اي مكان اعمار بتدخله قيمته بتتغير وسعره بيتضاعف. تعظيم سلام هنا كمان بقى محمد العبد. من اول محل كيك فتحته الى محلاته بكرامة جزم، الى بعدين بنيت شركة عقارية ب 240 مليار 220 مليار اليوم. اتولد في دبي وسط عيلة بسيطة، ودايما بيقول ده في كل لقاءاته، وبيفتخر بعيلته اللي ساعدوه انه يتعلم، وان التعليم المستمر هو سبب النجاح. صحيح والله، يموت المعلم وهو بيتعلم. العبار أسس إعمار وإيجل هيلز وطبعا نون، غير مجموعة أمريكانا وبنك زند الرقمي. طيب إيه تاني؟ إعمار أدرجت أسهمها في سوق دبي المالي في مارس عام 2000 تحت رمز التداول إعمار. دبي القابضة أكبر مساهم في إعمار العقارية مع مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية. وعايز أقول لك إن إعمار موجودة في أكتر من 18 دولة، أهمهم بجانب الإمارات مصر وتركيا والمغرب والسعودية والهند وباكستان. إعمار هي الشركة اللي حولت دبي لوجهة عالمية، عشان كده بتلاقي إعمار بقوة في قطاع الضيافة والفنادق الفاخرة زي سلسلة العنوان وسلسلة فنادق فيدا، وقطاع التجزئة والمولات زي دبي مول، أكبر مول في العالم. يا عم انزل لي بتعظيم سلام تالت. إعمار عندها نموذج دخل متكرر، يعني مش بتكسب من البيع بس، دي بتكسب كمان من مولات، فنادق، تأجير، إدارة أصول، وده بيخليها أقرب لشركة استثمارية مش مجرد شركة بتبني. إعمار حققت في 2025 مبيعات عقارية حوالي 80 مليار درهم، أرباح قبل الضريبة حوالي 25 مليار درهم، مبيعات مستقبلية بتتجاوز 150 مليار درهم. يعني ببساطة إيراداتها المستقبلية مقفولة مسبقا لسنين قدام. إعمار مش بتصنع مشاريع وبس، إعمار بتصنع ديمند. مجرد ما تعلن عن مشروع جديد بتلاقي طلب بيزيد، أسعار حوالين المشروع بتطلع، والمستثمرين بيتحركوا قبل التنفيذ أصلا. أنت متخيل؟ احنا بنتكلم عن شركة واحدة قدرت تخلي الأرض نفسها أغلى لمجرد إنها اشتغلت عليها. يا ولي النعم، يا ولي النعم، يا الله. وزي ما انت فهمت اللي فيها دلوقتي، فرص الاستثمار في مشاريع إعمار مش بتفضل مفتوحة كتير. لو عايز تدخل صح ابعت لي دلوقتي وانا هساعدك تغربل سوق العقارات. لو وصلت لحد هنا اكتب لي في الكومنتات كم تعظيم سلام انا عملته الإعمار في الحلقة.